إزاي نخلّي مُخّنا مُدمن للمذاكرة؟ أيوه، زي ما سمعتِ كده بالضبط. إزاي نحوّل المذاكرة من حاجة بنهرب منها لحاجة بنستمتع بيها، زيّها زي تصفُّح السوشيال ميديا؟ كلنا بنحس الإحساس ده. 3 ساعات على تيك توك أو أي منصة تانية بتعدي كأنها هوا ومن غير أي مجهود، لكن مجرد ربع ساعة مذاكرة ياه بنحسها كأنها جبل بنحاول نزقه. طب يا ترى إيه السبب في المفارقة الغريبة دي؟ الإجابة كلها بتتلخص في كلمة واحدة بس: الدوبامين. كتير بيسموه جزيء المتعة، بس هو في الحقيقة أعمق من كده بكتير. ده هو جزيء الدافع، ده المحرك اللي بيخلينا نقوم من مكاننا ونعمل أي حاجة، ومخنا حرفياً بيجري وراه زي الصاروخ الموجه بالحرارة. طيب عشان نفهم إزاي نسيطر على الموضوع ده هنمشي مع بعض على خريطة الطريق دي. الأول هنفهم إيه هو فخ الدوبامين، بعدين إزاي نعمل إعادة ضبط، وبعدها نحول المذاكرة لمتعة ونلاقي الوقود اللي هيخلينا نكمل، وفي الآخر إزاي نبدأ فوراً. خلونا ندخل في أول وأخطر نقطة: فخ الدوبامين اللي ملوش آخر، أو بمعنى أصح إزاي مخنا بيتم اختطافه. اللي بيحصل على السوشيال ميديا عبارة عن عاصفة من الدوبامين. كل سكرول، كل فيديو جديد، كل نكتة، كل معلومة صادمة، كل دي جرعات دوبامين عالية فورية، وما بتطلبش مننا أي مجهود ذهني، تحفيز مستمر ومكثف على مدار الساعة. تخيل معايا نظام المكافآت في مخك ده عامل زي ميزان حساس بس مقلوب. السوشيال ميديا فضلت تحط أوزان تقيلة قوي في كفة لغاية ما الميزان ده اتعود على مستويات تحفيز عالية جدا، والنتيجة إن أي حاجة عادية زي المذاكرة بقت تبان مملة وباهتة جدا بالمقارنة. طيب عرفنا المشكلة، إيه الحل؟ الحل بيبدأ بأول مرحلة وأهم مرحلة، مرحلة إعادة الضبط. لازم نرجع نعاير الميزان ده من أول وجديد. ممكن الخطوات دي تبان غريبة أو حتى سخيفة شوية، بس هي في منتهى القوة. الفكرة كلها إننا بنعمل ديتوكس للدوبامين. مجرد 15 دقيقة في اليوم من الملل التام، من غير موبايل، من غير مزيكا، من غير أي حاجة. اتمشى من غير سماعات، أو حتى بص في الحيطة. إحنا بنجبر المخ إنه يرجع يستمتع بالمحفزات البسيطة تاني. في الأول الإحساس هيكون صعب جدا، المخ حرفياً هيبدأ يصرخ ويطلب أي تحفيز اتعود عليه. لو حسيت بالتململ والزهق ده افرح، دي علامة ممتازة جدا، دي علامة إن الخطة بتشتغل وإن المخ بدأ يعيد برمجة نفسه. تمام، عملنا ريست للنظام. دلوقتي ندخل على المرحلة التانية، وهي إزاي نحول المذاكرة نفسها، أيوة المذاكرة، لمصدر للمتعة والتحدي. الهدف بتاعنا هنا بسيط ومباشر. الكتاب اللي بنشوفه أداة تعذيب لازم نغير نظرتنا ليه ونشوفه كأنه خريطة كنز. كل صفحة فيها معلومة، وكل معلومة ممكن تكون فكرة جديدة تغير نظرتنا لحاجة في العالم. وهنا بقى بتيجي مجموعة الأدوات اللي هتحول المذاكرة للعبة أو اللي بنسميها جيميفيكيشن. أول حاجة انسى فكرة إنك تذاكر فصل كامل مرة واحدة، لا، قسمه لمهمات صغيرة وواضحة كأنها مراحل في لعبة. استخدم تقنية البومودورو، 25 دقيقة تركيز كامل وبعدها خد 5 دقايق راحة كمكافأة. استخدم أقلام ملونة ورسومات بيانية، مخنا بيحب الصور والألوان. ولما تخلص مهمة حتى لو صغيرة كافي نفسك، اعمل علامة صح كبيرة، ارسم نجمة. الإحساس البسيط ده بالإنجاز بيدي للمخ جرعة دوبامين. واحتفل بإنجازاتك الصغيرة، بجد احتفل بيها. مجرد إنك قدرت تذاكر ساعة بعد فترة انقطاع ده في حد ذاته انتصار يستاهل الاحتفال. وهنا بقى بتيجي النقطة الجوهرية، إن المذاكرة تكون بدافع الفضول وحب المعرفة، مش مجرد واجب أو عبء عشان ننجح في امتحان وخلاص. ذاكر عشان تفهم، مش بس عشان تحفظ. كل التقنيات اللي فاتت دي عظيمة، بس من غير وقود العربية مش هتمشي. الوقود بتاعنا في الرحلة دي هو أقوى دافع شخصي عندنا. لازم نلاقي اللي بتاعتنا. عشان نفهم الفكرة دي أكتر خلونا نحكي قصة وائل. وائل طالب شاطر جدا، بس في فترة من الفترات فقد كل شغفه بالمذاكرة. حس إن مفيش أي معنى للي بيعمله، لغاية ما قعد مع نفسه واكتشف السبب الحقيقي اللي كان بيخليه يذاكر من الأول. بصوا الفرق بين الدافعين دول. الدافع الأول عايز أنجح في المدرسة، ده دافع عام وضعيف. لكن الدافع التاني عايز أخلي أهلي سعداء وفخورين بيا، ده دافع قوي، فيه مشاعر وشخصي جدا. لما وائل افتكر الدافع الحقيقي ده كل حاجة اتغيرت. طيب بعد كل ده إزاي نجمع كل الخيوط دي في خطة واضحة ونبدأ فعلاً؟ إزاي نتحول من إحساس إننا غرقانين لإحساس إننا مسيطرين؟ في شعار واحد لازم نتبناه كلنا ويكون أساسي في حياتنا: لا للتراكم. التسويف والمماطلة هم أكبر عدو. المشكلة مش في حجم المذاكرة نفسها،
المشكلة في الإحساس بالعجز اللي بيجيلنا لما كل حاجة تتكوم علينا مرة واحدة. ابدأ أول بأول حتى لو بخطوات صغيرة. والجميل في الموضوع إن النتائج بتبان أسرع مما نتخيل. بعد أسبوع واحد بس من الديتوكس وتطبيق التقنيات دي، الحاجات البسيطة هتبدأ تبان ممتعة أكتر. بعد أسبوعين هتحس بفرق ملحوظ في تركيزك، وبعد شهر ممكن جدا تلاقي نفسك فعلا بتستنى وقت المذاكرة. الخلاصة يا جماعة، المخ بتاعنا مش بايظ أو فيه مشكلة، هو بس اتعود على نظام معين من التحفيز العالي. والخبر الحلو إننا نقدر نرجع ناخد إحنا زمام الأمور. الموضوع كله عبارة عن استعادة السيطرة على نظام المكافآت الطبيعي بتاعنا. فالسؤال اللي هنسيبه في الآخر ده مش مجرد سؤال عادي، ده يعتبر أول خطوة في رحلة استعادة السيطرة. يا ترى إيه هي أول تقنية أو فكرة من اللي قلناهم دول هنبدأ نطبقها فعلا من النهاردة؟ لما تدوس لايك النور بيعلى والدنيا بتقلب احتفال. ولما تشترك تبقى جزء من الرحلة الكبيرة دي.